السلام عليكم يا حاج اشرف. ازيك يا استاذ؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي خزنه عايزه افتحها. لازم اخد رقم بطاقتك، ولازم اقرار، ما اروحش كده مع اي زبون. ملناش في الشمال. طب ليه؟ هي مش شمال بس، هي خزنه لا كده لا لا المفاتيح لا بتاعتها لا ضاعت عايزه احنا افتحها. ما بنداش الكلام دوت. لازم اخد عليك اقرار ببطاقتك. واخد بالك؟ ما ينفعش، لازم كده. مم. ما احنا من طول عمرنا متعودين على كده، ما ينفعش نعمل اي حاجه. في غيرنا يشتغل شمال بس احنا مش بتوع الشمال. الشغل اهلنا حبوبيني فيها. كان جدي الله يرحمه وابويا الله يرحمه حبوني في الشغلانه. افتح خزنه للزبون ازاي، اعمل مفتاح ازاي، واخد بالك؟ الخزنه دي برضو ليها معلش يعني. وبعدين احنا ناس علم من اعراض مصر، الناس قدام قوي 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 يعني. يعني فتح الخزنه، واخد بالك؟ لما يجي اي زبون مش اي حد اعمل له مفتاح. ولازم برضو نفس اللي انا بقوله بعلمه لاولادي. لما يجي زبون مثلا عاوز يعمل مفتاح، لازم يتاكد منه من شخصيته، بطاقته. واخد بالك؟ عمليه مش مساله فلوس، لا مش في الكلام دوت. احنا ناس مش بتوع الشمال، لا. احنا ناس لنا اسمنا في السوق. احنا علامه معروض مصر. ايه انواع الخزن اللي انت شغال فيها عامه؟ عندي المنر، وعندي كوري، وعندي كل حاجه البتماني، وعندي كل حاجه من مم. فضل ربنا. وشغلتنا الخزم بتاعتنا مصفحه غير الموجوده في السوق. الحمد لله رب العالمين. مم. ايه المواصفات الخزنه الكويسه عشان اقول عليها ان هي خزنه امان اخدها وانا يعني مطمن؟ عندي الخزنه المنر ديت تقيله.